التجاري، ليس فقط بالنسبة للجهة جهة سوسماسا، ولكن كذلك بالنسبة لربوع الوطن. معروف على مدينة زكان أنها تشتهر كونها تحتضن مختلف الفعاليات التجارية على اختلاف أصنافها وأنواعها وأشكالها. اليوم يسعدنا كثيرا أن نلبي رغبة السيد الرئيس الذي ألح بطلب منه، ألح على أن نقيم هذا اللقاء ويطلعنا على الخطوات التي قام بها لحد الآن في نصف الولاية، وما هي الإنجازات والمشاريع المستقبلية لولايته. كان لابد أننا نديروه لأن في إطار التواصل وفي إطار تغيير ولا توطيد العلاقة ما بين المنتخب والمواطن والرأي العام. كما يعرف الجميع منذ تولينا المسؤولية كمجلس 15/9/2021 ودبرنا هذه المدينة معية حلفائنا في التدبير تسير يوما بيوم أو ساعة بساعة ويوما بيوم وشهرا بشهر وسنة بسنة، وعشنا الثلاث سنوات بتفاصيل دقيقة ودرنا تشخيص حقيقي ودقيق، بناؤه وأساسه فهمنا للتراب أولا من خلال أننا أبناء هذه المدينة من فيها كاين، ولكن ما بغيناش نديروه لأن نكونوا أكثر شفافية مع المواطن، نعطوه الحقيقة القريبة وما نعطوش الحقيقة البعيدة. المحطة الطرقية القديمة هذه غتولي ساحة عمومية غتلتحق في فضاء، يعني ما كاينش البناء، غتكون ساحة اللي غتوسع في مركز مدينة زكان. سوق الجمله القديم هذا حرمة دولة بعيد على الناس، بعيد على كاين امور اللي كيخصها في ساحة عمومية. واش غير حنا ماشي حنا هنا ماشي عندنا الرأي الواحد، راه كاين الناس اللي الله يسخر كتبان لي انا معنا عضو السيد راه خونا والاغلبيه وقال لي انا بغيتها تكون ساحه، راه هو عضو معنا في المجلس وشرحت لك كذا قال لي انا كتبان لي ساحه، راه من حقه الجوجل راه ممكن ترجعوا من 2000 جوجل دروا التواريخ يعطيكم الصور قبل وراه. شوف غير اللي خايب ويكون المزايدات الفريق راه زكان والمدينه اكبر من المزايدات. البعيد في راشد كرئيس ولا مجلس كان و 35 وحنا غير 35 عنصر في 160,000 كاينين اليوم غدا ما كاينينش، لن نغير شيئا زعما فاش غيوقع لنا. الله يخليكم قناعات المجلس اليوم قوته في القناعات، منين تيقوا في الحاجه ونقتنعوا بها كون على يقين. يحس هذا واحد كون على يقين الى الموت، كون على يقين نمشيو فيها ونتحمل المسؤوليه. حنا راه غدا غنمشيو لتما كانت البارك خدام راه يقول لنا هذاك الرئيس وهذاك المجلس هما هذاك البارك ينعلونا كانت مزيانه غيقولوا الله يرحم والديك، ونتحمل المسؤوليه والنتائج والعواقب ايا كانت. غير شي واحد الا قال لي شي حاجه تاريخيه يجيب لي الاوراق غدا نوقفوا داك الشيء وردوها ساحه. ماشي هو تاريخ تقول لنا هذه راه ساحه في التاريخ. دونك هذا ما بغيتش نطول فيه لان كان في واحد كيبيحوا شي نيت كان والله كنقولوا غير هذه التنميه الحضاريه اللي حنا غاديين فيها بغينا نواكبها واحد التنميه رياضيه. التنميه الرياضيه ماشي بالفلوس، راه شوف راه الفلوس ليست دائما المشكل. راه ملي كنهضروا على هذه الموارد راه بعض المرات انا كنقول واش هاد الفلوس بصح، انا بعض المرات كيجيني داك الشك كنرجع للاعتمادات الاصل كنلقى فيه نقود حقيقيه. المغرب ماشي مشكل ديال الموارد الماليه، مشكل الموارد البشريه، مشكلته الفكر، مشكلته القناعه. واش بغينا نديروا فريق رياضي فين سكن؟ اشنو هو العيب نديروا فريق وجعوا مجا سيدي السيد الرئيس ولا المجلس؟ راه بغينا نديروا فريق في المستوى عطينا 200 مليون، ها البرنامج هذاك 200 مليون، هاش بغينا ها الاداء. يعني ما يمكنش هذا غير كنديباريو كنديروا الخواطر الجزر حي طراس حي انزكان حي اساس حي طراس لهي حي. هذا نقاش اللي انا كنقول نقاش في الرياضه خاصه واحد العمل كبير نتمناو في القريب العاجل ان نفتحوا فيه كما كانوا جميع المشاريع، لان تحويل السوق اليومي غيكون مرفوق بمشروع لاعاده الايواء هذوك التجار. ما كاينش غادي يجيبوا لهم مشروع ديالهم ويلوحوه، غيكون مشروع متكامل اللي غنخلو من خلاله اننا نحولوا هذوك التجار للمرافق. كنقلبوا باقي على المكان اللائق المناسب لهذا المشروع، باقي ما كاينش رؤيه نهائيه، ولكن بنسب مهمه في المنطقه الجنوبيه الشرقيه غيكون سوق يومي ولا سوق بلدي لا نقدروا نديو ليه هذوك عندك في سي بي اس القدرون عندك، البافي عندك، الشجر عندك،
العدد اللي غيزيد تما غيزيد في لي كونطونتي في الكميات. عندك مثلا 1000 متر ديال هنا تقدر تكون 1100، تقدر 1050، تقدر 1040 على تتجاوز القيمه الاجماليه 10% من قيمه المشروع. هذو راه قوانين. راه نقول واحد القضيه، اليوم اصبح القابض ولا الخازن متضامنا مع الرئيس. راه ما تدوز ودار الرئيس، راه ما تدوز، شكون يخلصك؟ شكون يخلصك؟ الحمد لله أن جينا في إطار هذه القوانين اللي هي قوانين حازمه وكتساعد على تنظيم لا بدا يعرفوا الاخوان هذا سبب هذيك 10 سنوات ولا 12 سنه. سببه هو الاستثمار. دابا الاستثمار ديال المرابط 15 مليون ديال الدرهم. راه لا يمكن كجماعه عليهم ومرابط مساحات كبيره. غنجي عندي اليوم نقول لك رئيس، نقول لك بغينا نقول لك ودي المرابط غنديروا بسنه 2030. الدوله ملي مشات للتطبيق المفوض 49/05 سيد المدير 54/05 التدبير المفوض. اش كيقول لي؟ شنو الدور؟ الدوله كتلقى واحد المقاربات ديال التمويل كتقول لك عاود واش تمشي للابناء، اجي دير شركه مع القطاع الخاص يستثمر عندك ويعطي واحد الامتياز في الوقت وتربح معاه وما تعطيش نزالتينا وما تعطيش. والمقاربه سليمه ماليا، سليمه ماليا. انا اليوم نشوف نقولوا ما درناش هذاك التدبير المفوض ديال المرابط. هذوك المرابط دابا اللي فيهم الاشغال اللي من هنا واحد 3 شهور غيكونوا من احسن المرابط في المغرب. غنتسناهم نكونوا على يقين، حنا طالعين على الميزانيه ديالنا، غنتسناهم واحد 10 سنين نقولوا حنا نكونوا كاع متفائلين 5 سنين. راه الدوله ملي كتقرر قوانين معينه راه هدفها هي المساعده، وماشي هدفها تفضيل مقاول معين على مقاول تعطيه امتياز، بل هدفها تجويد العمل داخل الجامعه وتعطيهم الامكانيات. دونك نتمنى نكون جاوبت السي صدام على هذه. سيكون الحريه، الوساطه والتحكيم. هذا قانون اليوم 97/15/08/05 قوانين اليوم عطاها القانون في اطار الوساطه والتحكيم اللي كيكون الاطراف ديالها في نقاش على مشاكل معينه. ولا بدات الحريه نهضروا على ما يقال، لا على ما يشاع وما يقال موظف مضر. والله كاين فيهم ناس رجال وعيالات الى كنفضلهم على انفسنا.